المغرب عاد التلفزيون العمومي الجزائري إلى عادته القديمة. اسمعوا. بالمغرب يعانون العزلة والإقصاء وظروفا معيشية مزرية بمؤشر واضح على انسحاب المخزن. ويلات النكبة والتشرد تلاحق منكوبي زلزال الحوز بعد 3 سنوات من الكارثة في ظل سياسة مخزنية تدار بمنطق التجاهل والاستبداد. خلف ستار الوعود الكاذبة يتوارى واقع بائس، يرتفع منسوب اليأس وينضب الأمل في مملكة تضيق بشعب يعيش على الهامش سالكا دروب الموت نحو غد مؤجل بقرار من المخزن. لا يزال نظام المخزن يجبر مواطنيه على العيش وسط أزمات اجتماعية بالجملة في ظل غياب التكفل بسكان المناطق النائية والمهمشة وانعدام لأدنى شروط الحياة الكريمة. أحلام كلمامي. الملك ديالنا أصبحنا متسربين. وعلاش؟ صنعرفوا علاش؟ عندما يغيب الحق ويسود الظلم وتصبح الدموع هي الملجأ الوحيد، هنا يدق آخر مسمار أمل في الحياة. العقرة بزاف، هذيك أكثر من العقرة في البلاد. بالمغرب عائلات عالقة تحاصرها ثلوج والمواطن ضحية غياب المشاريع التنموية وسياسة المخزن الخاطئة. بينوبة العيش بالمغرب وتتعمق المأساة في ظل الظروف المناخية القاسية. تعقاعس من سلطات المخزن يدفع ثمنه الساكنة الذين يضطرون إلى حمل مرضاهم على الأكتاف. إلهام عشيرة. تواصل الطبيعة في هذا الشتاء القاسي فضح عورات المخزن بعدما غرقت مناطق واسعة من المغرب في عزلة خانقة بسبب انقطاع الطرق وغياب الحد الأدنى من البنية التحتية والخدمات. صفت ليش حبسنا دابا عندنا أيام ما بقى عندنا ما ناكلو والبرد قاسح، محتاجين المساعدة دابا. مشاهد تتكرر كل عام حيث يضطر السكان إلى تسخير الدواب لنقل المرضى. تقرير للتلفزيون العمومي الجزائري الرسمي صوت الدولة الجزائرية. انت تقول اصبر، ربما حقيقة الفتاة اللي كنا نسمعوها هي مغربية، ولو انه واضح بانهم يقولوا راهي تعاني في البرد. الصورة تبان بانها مصورة بايفون 17 برو ماكس. بطبيعة الحال اللباس تاعها، الماكياج، كثير من الأمور تلفت الانتباه، لكن اليقين يأتي لما تروح إلى صفحة على منصة تيك توك. التلفزيون الجزائري يأتي بفيديوهات مولدة من بالذكاء الاصطناعي منشورة في منصات مثل تيك توك، والحساب راكم تشوفوا الصورة تاعو ونشوفوا ربما مقتطف من فيديو الأصلي وفيديو مشابه له. نشوفوا. صفت ليش حبسنا دابا عندنا أيام ما بقى عندنا ما ناكلو والبرد قاسح. داف هادشي اللي كتشوفوا دابا هذا هو الواقع ديالنا باش نجيبوا الماكله ديال الوليدات. كنتسناو بزاف ولكن هادشي كامل كيسحيت على ودهم. اللي بغى يساندنا يقدر يصيفط لنا الهدايا هنا في تيك توك. الله يجازي. التلفزيون العمومي الجزائري، يعني انا لما في 2024 تعرفوا كانت فضيحه وطنيه. عبد المجيد تبون رد على الكلام اللي قلته وقتها في قناه ميديا بانهم استعملوا التلفزيون العمومي الجزائري، استعملوا الذكاء الاصطناعي وقتها في صور تاع قافله للحصاد وغيرها من الامور، لكنهم اليوم بشكل مفضوح أكثر، معناتها فيديوهات موثقة بأنها مولدة بالذكاء الاصطناعي تم تقديمها لمحاولة تشويه المغرب في وقت كأس إفريقيا، لأنه هذه التقارير اليومية للتلفزيون العمومي اللي بدأت تثير سخط ناس كثر داخل الجزائر. يعني شفتوا قصة المؤثر اللي فيما بعد خرج مسكين، يعني أجبر أنه يخرج بشكل مهين ويبدأ يهاجم في المخزن بعد ما قال مجرد أنه التلفزيون الجزائري من الأحسن أنه يهتم بأوضاع الجزائريين عوض أنه يهتم بالجارة المغرب. معناتها العقدة مع التنظيم هذا الناجح للمغرب لكأس
كأس إفريقيا، مع البنية التحتية اللي شفناها، الملاعب، الاستقبال ولا أروع، جعل التلفزيون العمومي الجزائري يلجأ إلى الذكاء الاصطناعي بشكل سافل حقير منحط ووضيع، يكشف بأن التلفزيون العمومي الجزائري هو أيضا تربية بيوت الرذيلة، والله المستعان دائما. في المغرب